general. task 1 general بيكون letter وليه 3 أنواع: formal, semi-formal و informal. الفورمال بيكون لشخص أو لمكان أو شركة انت مش عارف مين اللي هيستقبل الجواب ده. انت عندك مشكلة أو كومبلين، اشتريت حاجة وطلعت بايظة فعايز تبعت لهم ايميل تقول لهم على الموضوع ده. فانت في الفورمال بتبعت جواب لشركة او لمكان انت مش عارف مين اللي هيفتح الجواب ده، سواء ست او راجل، مدير، موظف صغير. طيب السيمي فورمال بيبقى نفس طريقة كتابة الجواب، بتكتبه بصيغة فورمال. بس ليه هو سيمي؟ لان انت عارف مين اللي هيفتح الجواب، انت باعت لشخص معين انت تعرفه. يعني لو افترضنا ان انت بتبعت جواب للمدير بتاعك، فالمدير بتاعك انت عارفه وعارف اسمه وبتتعامل معاه، بس لازم تكلمه بطريقة فورمال. طب لو انت باعت للتيتشر، للدكتور بتاعك في الجامعة، ده الكلام ده كله بيبقى ايه؟ سيمي فورمال. الانفورمال بيكون لشخص انت تعرفه معرفة قريبة جدا، مثلا صاحبك القريب منك جدا، قريبك القريب منك جدا، الناس اللي هي من سنك، جيرانك. مفيش اي علاقة رسمية بينكم وبين بعض، فعشان كده بتكتب الجواب بطريقة الانفورمال. لازم تبقى عارف ان الجواب ليه purpose، ليه غرض، والاغراض في الجوابات اللي عندنا في الايلتس مختلفة. فساعات هيكون عندك البيربس انك تدي نصيحة او تستقبل نصيحة، يعني بتسأل على لحد على نصيحة، اديني نصيحة اخد اني شغل، اقرا اني كتاب. او ان انت بتسأل على معلومات او بتدي معلومة لحد طالبها، او ان انت بتدي instruction او arrangements، بتحدد ميعاد لشيء معين، او بتعمل application ده ان انت بتعمل applying في جامعة، في وظيفة، في مكان معين. او invitation، انت بتدعي حد او حد باعت لك دعوة. و apologize طبعا اللي هي الاعتذار، والكومبلين ان انا اعمل كومبلين على حاجة اشتريتها او عندي مشكلة وبعمل عليها كومبلين. بالنسبة للستراكشر بتاعة تاسك 1 جنرال، خلينا نتفق ان الستراكشر بتاعة الاساي او اللتر واحدة ما بتختلفش، بيبقى عندك 7 parts. ولازم في الامتحان بعد ما تخلص تتأكد من ان انت كتبت ال 7 parts بالشكل اللي احنا هنقولهم. لكن اذا كان هو فورمال او سيمي فورمال او انفورمال بتختلف فيه الجمل اللي انت كاتبها، لكن مش في شكل اللتر. اول بارت عندنا بيكون التايتل. فلو احنا فورمال بنقول للشخص اللي احنا بنبعت له dear sir or madam، لاني انا معرفش مين اللي هيفتح الجواب دوت. لكن لو حد سيمي فورمال انا اعرفه، فبكتب له اللقب بتاعه دير مستر احمد، دير مس منى. ولو شخص انفورمال صاحبي بقى او قريبي، فبقول له دير احمد، دير علي، على طول من غير القاب. وبعد كده بيجي ال opening sentence، أنا بقول له هو أنا بكتب الجواب ده ليه. I'm writing this letter to inform you, to request, to invite you. بكتب ال purpose بقى اللي احنا كنا خدناه في الجملة دي، وهتلاقوا في الماتيريال PDF في جمل لكل purpose عشان تذاكروها وتستخدموها في الليتر بتاعكم. بعد ما كتبت التايتل والاوبننج سنتنس، بكتب 3 paragraphs منفصلين. عن ايه؟ عن البوليت بوينتس اللي عندي في السؤال. يعني السؤال اللي قدامنا فيه 3 bullet points: give details, explain why, tell the manager. كل واحدة من دي بتاخدها وتعمل عليها paragraph، تكتب فيه أقل حاجة جملتين. كده احنا خلصنا ال 3 paragraphs. بنكتب بعد كده concluding sentence، بنقول له ان احنا مستنيين ردك، احنا لو عايز معلومات تاني يا ريت تبعت لنا، don't hesitate to ask for information. بكتب جملة بقفل بيها اللتر، علشان انا خلاص بعد كده هعمل السيجنتشر اللي هي الامضة بتاعتي. وهنشوف دلوقتي جدول فيه الاختلافات بين التلاتة. ما تقلقوش خالص، هتذاكروا كل حاجة وكل حاجة هتكون مكتوبة عندكم. دلوقتي ناخد الفرق بين الفورمال والسيمي فورمال والانفورمال في حاجات معينة. بالنسبة للسيمي فورمال والفورمال، طبعا ما ينفعش نكتب want don't اللي هي الاختصارات، لا لازم نكتب will not او do not. ما بنكتبش idiom لان احنا بنكلم حد بشكل فورمال. كمان بنكتب الجمل grammatically مظبوطة و complete meaning، ومفيش طبعا exclamation marks. لكن في الانفورمال من حقك تكتب اي حاجة.
تكتب اختصارات، المفروض انك تكتب اختصارات وتكتب idioms تستخدمها، وكمان لو كتبت جمل phrases مش المينينج بتاعها كجرامر مش كامل مفيش مشكلة خالص، وكمان ممكن تستخدم exclamation marks. زي ما احنا شايفين في الجدول عندنا الاختلاف بين ال 3 types regarding ال opening وال concluding وال signature. بالنسبة للفورمال ليتر احنا زي ما احنا قلنا ان احنا بنستخدم التايتل اللي هو dear sir or madam. بالنسبة للسيمي فورمال بنستخدم dear mister، وبالنسبة للانفورمال بنستخدم اسم الشخص على طول من غير ألقاب. وبالنسبة للأوبننج بنكتب مثلا لو فورمال ليتر بنقول I'm إيمان one of your airlines regular passengers. بعرف نفسي الأول لأن أنا الشخص ده معرفش مين اللي بعت له الجواب، وبقول له I'm writing this letter to inform you that، وبكتب البيربس اللي أنا عايزة أكتب عشانه الجواب. لكن بالنسبة للسيمي فورمال أنا عارفة الشخص، فالأول بعمل له greeting، يعني بقول له أهلا عامل إيه، يا رب تكون بصحة كويسة. I hope this letter finds you great. I'm writing this letter to، وبقول له برضو البيربس. لكن بقى في الانفورمال بتكلم شخص بطريقة friendly. How's your families? How's everything? We haven't met since last year. أي حاجة هي informal بتكلمها مع أصحابي. بالنسبة للconcluding sentence آخر جملة بكتبها دايما بتبقى ليها علاقة بالpurpose. يعني مثلا لو أنا ببعت لحد وبعمل applying أو application لحاجة معينة، بكتب في آخر جملة if you need any extra information please feel free to contact me. فلو عايز أي معلومات لو سمحت ابعت لي أو خاطبني. لكن في السيمي فورمال بقول له thank you for your understanding, thank you for your concern. وفي الانفورمال ليتر بكتب حاجة بسيطة كده، بقول صاحبي أو بقول لقريبي till I see you say hello to everyone. في السيجنتشر بنكتب sincerely و faithfully لو فورمال، والسيمي فورمال بكتب best regards best wishes، وبكتب اسمي كامل في السيمي فورمال والفورمال. ولكن في الانفورمال ما بكتبش اسمي كامل طبعا، بكتب علي، بكتب إيمان، وبكتب with love أو lots of love أو warmly، وبكتب علي أو اسمي. آخر حاجة معانا اللي هنشوفها قبل ما نروح نكتب letters هي الديسكريبتور. والديسكريبتورز ده المفروض تقروه كويس جدا للتاسك 1 والتاسك 2 والسبيكينج كمان. ليه؟ لأن ده بيقولك أنت هتاخد الدرجة بتاعتك إزاي، ايه الحاجات اللي الاكزامينر بيدور عليها في التاسك بتاعك، ايه الحاجات اللي لو انت عملتها بترتفع السكور بتاعك من 6 ل 7 ل 8 ل 9. يبقى انا لو عرفت انا لو عملت ايه هجيب 7 هشتغل عليه واقدر اعمل improving للمستوى بتاعي واقدر اجيب السكور اللي انا محتاجه. بالنسبة لتاسك 1 جنرال هنحل مع بعض 3 خطابات بال3 types فورمال وسيمي فورمال وانفورمال، عشان تشوفوا ازاي احنا بنكتب وبنحل اللتر، وازاي بنوصل للورد كاونت بتاعنا، جرامر مظبوط، فوكاب مظبوطه، وكمان في كوهيجن وكوهيرنس في اللتر. اول حاجه هنحلها مع بعض فورمال لتر. اللتر اللي عندي بيقول A museum near your home is looking for people to do part-time voluntary work. You would like to do some volunteer work at the museum. Write a letter to the museum director to apply for the voluntary work. In your letter هنا بقى هنكتب ايه؟ دي 3 bullet points لازم نخلي بالنا منها. Explain why you want to do volunteer work. Describe some skills and qualities you have. Give details of when you would be available for work. وبعدين بيساعدك بيقولك ان انت مفروض تبتدي الخطاب بتاعك بدير سير اور مدام، يعني ده معناه ان هو فهمك ان هو خطاب فورمال. انا في تاسك 1 عندي 20 دقيقة فقط المفروض بحل فيها، فانا ما عنديش وقت ان انا افكر كتير واعمل بلان لا، البلان بتاعي مفروض بياخد 3 دقايق فقط. بعرف قررت اللتر دوت فورمال ولا سيمي فورمال ولا الانفورمال، كمان قررت ان انا هكتب عن ايه بالظبط، ايه الفكرة اللي انا هكتب عليها في ال3 bullet points. وبعد كده ببتدي اكتب بسرعة علشان ما اضيعش وقت، لان انا عندي 20 دقيقة فقط، لازم اخلي 4 دقايق اقل حاجة عشان اراجع لو في اي spelling mistakes او في اي حاجة انا نسيتها اعملها. نبتدي نكتب الجواب. اول حاجة بنكتبها dear sir or madam. جواب formal يبقى لازم ابتدي dear sir or madam،
ومش بكتب أي اسم شخص. بعد كده بكتب إيه؟ إحنا اتفقنا إن بعديها في الأوبننج، بعرفه بنفسي وبقول له أنا كاتب الجواب ده ليه. فأنا هقول له عمر علي comma one of your neighborhood residents. أنا واحد من اللي ساكنين في المنطقة اللي حواليكم. I'm writing to apply. هنا بقى الopening. I'm writing to apply for the museum's announced part-time volunteer work. أنا كتبت الopening وكتبت إيه الpurpose بتاع اللتر. اللون الأصفر اللي معمول هايلايت بالأصفر ده اللي بيخليني أحقق الكوهيجن والكوهيرنس في اللتر بتاعي. الكوهيسيف ديفايسز اللي أنا بستخدمها دي هي دي اللي بتخلي اللتر كله مترابط ببعضه. فأنا كتبت أول حاجة to initiate عشان أبتدي. I have just finished high school and have a gap year. أنا اديت ليه أنا عايزة أشتغل؟ لأن أنا عندي gap year، قاعد فاضي ما بعملش حاجة. Therefore بستخدم transition word مناسبة للجملة اللي بعديها. Therefore I have planned to conduct volunteer work to support my position in my personal statement when applying for the university. يبقى أنا أصلا مقرر I have planned، وقلنا لازم نذاكر present perfect لأن 70% من الكلام اللي انت هتتكلمه في السبيكينج وفي الرايتنج هو present perfect. فلو انت عايز تجيب من الآخر لازم تذاكره، تتدرب عليه، تحل تفهمه بنسبة 100% present perfect. وفي فيديو مهم جدا على الشانل بيتكلم عن present perfect. أنا كده عملت البوليت بوينتس الأولى. البوليت بوينت الأولى أنا خلصتها، أدخل على التانية بتقول إيه؟ describe some skills and qualities you have. قول له أنت عندك إيه هيخليه يوافق عليك. فأنا قلت له furthermore as history was my interest in high school I'm eager to get such an outstanding opportunity to work at a museum. لأن أنا بحب الهيستوري فأنا eager بستخدم less common words، علشان كده أنا برفع السكور بتاعي. eager يعني أنا أكتر من متحمس إن أنا أخد الفرصة دي. وبعد كده قلت له I'm a good talker and deal with people politely. بشرح له إيه برضو السكيلز اللي عندي. regarding computer skills بعمل complex sentence قوية. I'm cutting edge knowledge in the security system field. يعني cutting edge knowledge دي expression معناه أنا عندي آخر معلومات أو عندي أحدث ما توصل عليه العالم في المجال ده. آخر حاجة بقى، آخر bullet points، هو كان طالب مني give details of when you would be available for work. هتبقى جاهز إمتى عشان تشتغل. فأنا قلت له finally بقفل اللتر، يبقى بستخدم transition word مناسبة. finally as I don't commit at present I'm ready to join work at the museum immediately. قلت له فورا أنا جاهز، يبقى أنا عرفته المعلومة. I have flexibility in work hours and don't concern about night shifts due to living near the museum. ما عنديش أي مشكلة أشتغل بالليل لأن أنا أصلا ساكن جنب الميوزيوم. بعد كده الجزء اللي قبل الأخير اللي هو الجزء السادس بيبقى concluding sentence لو فاكرين، اللي بقفل بيها اللتر بتاعي. فأنا بقول له if you wish me to attend an interview I'm available anytime. أنا جاهز في أي وقت لو أنت عايزني أحضر interview. وبعد كده بعمل السيجنتشر بتاعتي وبقول sincerely عمر علي، اسمي بالكامل لأن ده formal letter. اللتر ده 156 كلمة وممكن يتحل في 10 دقايق. الناس اللي بتكتب 190 و 200 كلمة انت بتاخد من وقت تاسك 2 اللي هو عليه 75% من درجة الرايتنج. طيب ليه؟ انت بتضيع وقتك ليه؟ انت لو كتبت 152 كلمة بس كتبت 3 bullet points وكتبت جرامر كويس وكلمات كويسة ممكن تاخد 8 لو انت عامل كل الكرايتيريا. طيب ليه انا اقعد اكتب واضيع وقتي واروح تاسك 2 اكتب بمجهود اقل وبكواليتي اقل وكمان الوقت يخلص ملحقش اخلصه، فيبقى انا ضيعت عليا الاوفرول سكور بتاع الرايتنج.
تاني letter هنحله مع بعض هو السيمي فورمال letter، وده بيكون لشخص أنا أعرفه وأعرف اسمه بس برضو العلاقة بينا رسمية مش علاقة فريندلي. الجواب اللي عندنا بيقول أو السؤال اللي بيجيلك في الامتحان You're experiencing financial problems and want to ask your landlord if you can pay your rent late. Landlord هو صاحب البيت اللي انت مأجر عنده. Write a letter to your landlord. In your letter explain. Explain دي بقى جاي بعديها ايه؟ 3 bullet points اللي انا هكتب عليها 3 paragraphs. Why you were writing to him, why you can't pay the rent, when you will pay the rent. وبعد كده بيقولك begin your letter as follow. كاتب لك dear وكاتب لك بعديها فاضي. ده مش معناه ان انا اروح اكتب dear احمد او dear عبد الرحمن، لا، بكتب dear مستر احمد. فخلي بالكم كويس جدا لان ده سيمي فورمال، هو بس بيكتب لك دير وبيسيبك انت تكمل، فانا لازم اكتب مظبوط. هبتدي اللتر بتاعي فهكتب التايتل دير مستر ايمن، وبعد كده الاوبننج سنتنس بقول له انا بكتب الجواب ده ليه، وده عشان سيمي فورمال وانا اعرفه، فالاول هحييه في بدايه الجمله. I hope this letter finds you great. I'm writing to you. السبب بقى جاي اهو. Regarding the rent due this month that has to be paid. That has to be paid. Passive voice. Grammar. لو أنا عندي grammar كتير هقدر أكتب صح وأقدر أخد سكور عالي. نروح للبوليت بوينتس التلاتة بقى. أول واحد. First, I apologize for being late in paying the rent. As we have been at the end of the first week of the month. Besides بعمل connecting بين الجملة الأولى والجملة التانية. I'd like to tell you that this month's delay hasn't deliberately happened. Deliberately يعني مش مقصود، هو حصل عن غير قصد، والكلمات دي هي اللي بتعلي السكور بتاعنا. I'd like to tell you that this month's delay hasn't deliberately happened. أنا خلصت البوليت بوينتس الأولى اللي بيقول لي why you are writing to him. هو أنت بتكتب له ليه؟ أنا بكتب لك عشان أعتذر لك على تأخيري في الإيجار. تاني حاجة بيقول لك why you can't pay the rent. طب هو أنت ليه مش قادر تدفع؟ أنا هقول له السبب. Honestly, I have an unplanned issue that has prevented present perfect حاجة ابتدت منعتني وما زالت لغاية اللحظة اللي أنا بكتب فيها الجواب منعاني إني أنا أدفع الإيجار. present perfect has prevented me from sending you the money. semicolon عشان أنا هدي معلومة أو جملة complete meaning بعديها، فبقول له My sister had some health problems and I had to send her money to visit a doctor. And أنا حطيت قبليها كوما عشان دي compound sentence، عشان بعد and جاي I، فلما بيجي بعد and subject و complete sentence بحط كوما وبتبقى عندي compound sentence. And I had to send her money to visit a doctor. Since I sent her all my cash, I couldn't pay the rent on time. تالت bullet point مطلوبة مني هي when you will pay the rent. طيب انت هتدفع امتى؟ Finally, as this is my first time postponing the rent, I would be grateful if you could allow me to pay this rent at the beginning of next month. يعني أنا قلت خلاص أهو، قلت أنا هدفعه إمتى؟ في بداية الشهر اللي جاي. أنا كده خلصت المطلوب مني في البوليت بوينت دي. بروح بقى لإيه؟ للconcluding sentence. Please inform me of your agreement to my request. لو سمحت قول لي موافقتك على الموضوع اللي أنا بكلمك عليه. وبعد كده عملت السيجنتشر بتاعتي best regard لأن ده سيمي فورمال وبكتب اسمي كامل عمر علي،
والتاسك ده 158 كلمة، وعمل كل الكرايتيريا اللي مطلوبة في تاسك 1 writing. الانفورمال لتر، وده بيختلف شوية عن الكتابة اللي احنا كتبناها في الفورمال والسيمي فورمال قبل كده. اللتر اللي عندي بيقول You had dinner with your friend's family. Write a letter to your friends and express your feelings about the dinner. In your letter you should say what you enjoyed about the dinner. Describe how you feel about his family. Invite your friend and his family to your place. وهنقفل طبعا، هو بيقول لك ابتدي التايتل بدير. دير هنا مفيش بعديها ماستر، دير هنا هيجي بعديها اسم الشخص اللي انا بكلمه على طول عشان ده informal letter. اول حاجه هنبتدي اللتر وهنقول دير ايهاب، اسم صاحبي على طول، وهبتدي how are you, how's everything, how's it going، اي greeting بس informal. وبقول له I do appreciate the wonderful time with your family إيهاب. I'm writing to، مفيش بقى I am writing this letter to، لا، واستخدمنا contractions، استخدمنا اختصارات. I'm writing to thank you for the delicious dinner yesterday. يبقى ده كده ايه الاوبننج. نروح بقى للبوليت بوينتس. البوليت بوينتس الاولى اللي مطلوبه مننا ايه اللي انت استمتعت بيه في العشاء اكتر حاجه. ابتديت برضو ب informal words. Let's say first، طبعا ده informal. Let's say first that your father is a professional chef. I've never اختصارات برضو. I've never had a tasty meal like that before. Especially the chicken with white sauce, it was crunchy. Also دي informal. Also the white rice was yummy. برضو informal. I love this more. يبقى كل الكلمات اللي أنا مستخدمها informal، حتى الexpressions informal. تاني bullet point معانا بيقول describe how you feel about his family. You know طبعا informal. The time I spent with your family reminds me of our childhood when we had lunch together on weekends. ده كان بيفكرني بطفولتنا اللي كنا بنقضيها مع بعض. Actually برضو informal. I felt on cloud 9. cloud 9 دي ايه؟ دي idiom. يبقى أنا ما بستخدمش idiom غير في informal letter. I felt on cloud 9 being with your folks at home. folks يعني العيلة أو الأفراد اللي في عيلتك. As we've known each other for more than 11 years, I consider your parents like mine. بعتبر أهلك زي أهلي تمام. يبقى أنا هنا اتكلمت على شعوري بالنسبة أهل صديقي. آخر حاجة كانت مطلوبة مني invite your friend and his family to your place. فلازم يكون في سبب إن هم ييجوا أدعيهم وأعمل لهم invitation. فبقول finally I'm celebrating my wedding anniversary next week and want you to come with your company to share with us this time. يا ريتك تيجي وتشاركنا الوقت ده. Any excuses wouldn't be accepted. كلها اختصارات. As we will not celebrate without you. كلها اختصارات، وبقول له إني مش هنحتفل من غيرك. آخر حاجة بتكون concluding sentence، ودي طبعا برضو informal، وبقول له take care of yourself and I will be waiting for you all. I'll be waiting for you all. وعملت signature اللي هي lots of love، وكتبت اسمي فقط مش اسمي بالكامل.